جميع احداث الباكات الايفنتات باحدث اصدارات هتشوفها معانا في الفيديو. هلا والله شباب، انا اشتقت لكم هواي ابدا نقطع مش صلى على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام. اذكروا الله يا جماعه الخير، لا اله الا الله. ومقطعنا اليوم عن اصدارات غدا باذن الله الخميس الموافق من 9/2/2023. بس ان المقطع صديقي مش تعمل لي اشتراك للقناه ولايك عشان يوصل ممكن وانجوي يا صديقي. واول حاجه هننضم اليها يا صاحبي ان احنا دلوقتي هنروح نشوف افضل ايفنتات اللي لسه نازله جديد بكره باذن الله، ومع توقعاتي يا صاحبي ليك. واول حاجه هي مانشستر اللي هي بتاعه ليفربول، محمد صلاح وكل اللعيبه اللي معاه في النجوم. هي زي صديقي ده متواجد معانا حتى السنين المقبل. ويا صديقي برضو هكلمك مع انتهاء باك الاس ميلان. وصديقي توقعاتي لك في هذا الخميس المقبل اللي هيكون متواجد معانا باك نادي ارسنال. ويا صديقي اللي هيكون متواجدين فيه من اعظم اللاعبين اللي هتكون موجوده في اللعبه. واول لاعب موجود معانا اللي اسمه باتريك فييرا، اللاعب العظيم، اقوى دي ام اف بنسخه 100%. ويا صديقي برضو نازل معانا في نفس الباك. وهكلمك يا صاحبي عن افضل مهاجم في هذا الباك الارسنال وهو اللاعب دينيس بيرجام. وافضل مهاجم نازل بطاقه 85 مع تطويره هيوصل لليفل 97 هيبقى وحش الهجوم. ويا صديقي برضو هكلمك عن بطاقه اللاعب روسيسكي، افضل خط وسط في هذا الباك، بل افضل خط وسط في اللعبه باكملها. ويا صديقي نتكلم على باك نجوم الاسبوع اللي هينزل مع توقعاتي. وطبعا يا صديقي مش توقعات دي ابدا، دي الحاجات فعلا هتنزل بكره في الخميس اللي هو بعد غدا اللي هو 9/2/2023 بالتاريخ الحالي اللي قلت لك عليه بالظبط يا صديقي. والباكج ده صديقي نازل بنسبة 100%. بالنسبة للعيبة اللي نازلة في الباكج ده عندك هاري كين نازل بنسخة 95% المهاجم طبعا. وعندك نسخة اللاعب كومان لاعب نازل بنسخة 95 لاعب البايرن ميونخ. وعندك برضو نسخة جبارة حكيم زي لحكيمي قصدي. وعندك نسخة جبارة برضو لنسخة ستيف برغريوس اللي هو اللاعب اللي هو نازل بنسخة 93 سي ام اف. ويا صديقي هو ده الباك اللي ينزل معانا بكره باذن الله. وتعالى اما اكلمك على الايفنتات اللي هتنزل معانا بكره باذن الله. واول حاجه عندك باكج ايطاليا اللي هو الايفنت بتاع ايطاليا اللي لسه نازل ده برضه هيتجدد معانا وده معانا الخميس المقبل. وعندك باكج البرازيل اخره معانا عند يوم الاثنين. وبرضه باكج ايطاليا اللي بدي 50 كوين هيدنوا برضه معانا لعند يوم الخميس المقبل. ويا صديقي هي دي كل الحاجات اللي انت عايز تعرفها النهارده عن يوم الخميس. ما تنساش تعمل لي اشتراك للقناه ولايك عشان ممكن. ويا صديقي تعال برضه ما اقول لك ان انت من بكره هو ده هيكون تقييم الديفيجنات اللي عند كل لاعب في اللعبه. انا النهارده ديفيجن 6 عشان خاطر ما لعبتش اللعبه برضه بقالي فتره وسايبها بقالي فتره عشان ظروف شخصيه. ويا صديقي من بكره باذن الله هتلاقي كل التقييمات نازله على الماتش باس اللي هو قصدي للتقييم بتاع الديفيجن هتلاقيه نازل بكره باذن الله. فانت من بكره يا صاحبي تبدا تلعب وحاول توصل للديفيجن عشان هتتقيم في وسط الناس ديت. ويا صديقي احنا وصلت لنهايه الفيديو، ما تنساش تعمل اشتراك للقناه ولايك عشان ممكن. والسلام عليكم.